مرحبا. اليوم سأتحدث عن موضوع شائع جدا في مجال إصابات الرياضة. الإصابة الشائعة جدا في الأربطة هي الرباط الصليبي الأمامي. الرباط الصليبي الأمامي هو رباط داخل مفصل الركبة، وغالبا ما يتعرض للإصابة أو التمزق بسبب أي من هذه الرياضات، ويمكن أن يحدث ذلك حتى مع أي حادث مروري أو حتى إذا تعرضت لسقوط بسيط في المنزل. يمكن أن يتمزق هذا الرباط. ما هي الأعراض الشائعة التي ستلاحظها بعد السقوط أو أي إصابة رياضية؟ عادة ما ستواجه مشكلة وهي التورم. أولا سيكون هناك تورم في مفصل الركبة. ثانيا عندما تمشي ستواجه مشاكل في الاستقرار، حيث ستشعر وكأن ركبك تهتز أثناء المشي، وهذا ما يسمى بمشكلة عدم الاستقرار. بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي، هذا عرض شائع جدا ستلاحظه بعد التمزق. إذا كانت لديك هذه الأعراض فعليك استشارة الطبيب فورا، لأنك إذا لم تهتم بمشاكل عدم استقرار هذه، ما سيحدث هو أن الرباط الصليبي الأمامي يمكن أن يؤدي إلى إصابات متعددة في الأربطة. لأن في مفصل الركبة لدينا 4 أربطة، وهي الرباطان اللذان يطلق عليهما الأربطة الصليبية، واثنان من الأربطة المصة للصدنة، وهما للغضروف الهلالي. لذلك حتى إذا تمزق الرباط الصليبي الأمامي، وإذا لم تهتم به أو لم تقدم العلاج المناسب، فإنه يؤدي إلى تمزق الغضروف الهلالي، وهو أمر شائع جدا. لهذا السبب دائما عندما يكون لديك عرض يشير بشكل خاص إلى مشاكل عدم الاستقرار، يجب عليك دائما استشارة الطبيب. قم فورا بإجراء فحص، وهو فحص رنين مغناطيسي لتأكيد التشخيص. إذا كان لديك تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، فقد يكون التمزق جزئيا أو كاملا. لذلك في حالة إذا كان لديك تمزق جزئي، فإن الخط الأول من العلاج سيكون إعادة التأهيل المناسبة. أحتاج إلى اتباع برنامج تقوية وتكييف يجب أن يركز على تقوية عضلات الفخذ وأوتار الركبة، وهذا يجب أن تقوم به لمدة لا تقل عن 2 إلى 3 أشهر إذا كان التمزق جزئيا. ولكن إذا كان لديك تمزق كامل مع أعراض عدم الاستقرار كما قلت، مثل اهتزاز الركبة أثناء المشي، فإن هذا النوع من الأعراض سيتطلب جراحة، وهي جراحة بالمنظار من خلال ثقب المفتاح. لذا فإن التقدم الأحدث الآن هو إجراء إعادة بناء الرباط باستخدام جراحة ثقب المفتاح، عن طريق وضع ثقبين في ركبتك، ونأخذ طعما من الجانب الداخلي للفخذ، وهذا يسمى طعم أوتار الركبة. ونقوم بإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي باستخدام زر ومسمار في عظمة الساق. لذا بعد هذه العملية، الجزء الأهم هنا هو جزء إعادة التأهيل، لأن الجراحة تلعب دورا صغيرا جدا، بينما يلعب إعادة التأهيل بعد العملية دورا أكبر بكثير. إعادة التأهيل هنا تتم على 3 مراحل مختلفة، لذلك نقسمها إلى فترة من 0 إلى 3 أشهر، وهي بالإضافة إلى برنامج تقوية أساسي. ال3 أشهر الثانية هي برنامج القوة واللياقة البدنية، وال3 أشهر الأخيرة ستكون برنامج الرشاقة والتحمل. لذلك بمجرد أن تمر بهذا البرنامج الكامل الذي يستغرق مدة تتراوح بين 8 إلى 9 أشهر، عندها فقط يكون من الأفضل العودة إلى المستوى التنافسي في الرياضة. هذا سيساعدك على الدخول في تدريبك الصحيح، ويساعدك في الوقاية من أي إصابات رياضية في المستقبل. شكرا لك.